هنتكلم النهارده مع بعض عن نوعين سيليكون مهمين جدا بيخشوا معايا في منتجات الشعر والبشرة، ولكن خصوصا الشعر، خصوصا طبعا السيرم. هنتكلم النهارده مع بعض عن سيليكون 245 وسيليكون 1501. نبدأ مع بعض بسيليكون 245. الاي ان سي اي سيليكون 245 هو سايكلو بنتا سيلوكسان. الاي ان سي اي ده اختصار لانترناشونال نومنكلتشر كوزماتيك انجريدينت، وده نظام تسمية عالمي لمكونات مستحضرات التجميل. السيليكون 245 يعتبر اخف انواع السيليكون. السيليكون 245 سيليكون متطاير غير دهني عديم اللون. زي ما قلنا من شويه ان السيليكون 245 هو اخف انواع السيليكون، عشان كده اقدر استخدمه في المنتجات اللي عايزه يحصل لها جفاف بسرعه، زي مزيلات العرق وزي سبراي الشعر. طبعا السيليكون 245 بيدي ملمس حريري ونعومه ولمعه عاليه جدا سواء للجلد او للشعر من غير ما يسيب اثر دهني، ودي حاجه طبعا بتميزه جدا. نقطه كمان مميزه جدا في السيليكون 245 هو انه نون كومبوزيجينيك، يعني مش بيسبب اي انسداد للبشره، وبالتالي ما بيسببش اي حبوب للبشره. هنتكلم بقى دلوقتي عن سيليكون 1501. سيليكون 1501 عباره عن بلند من دايميثيكونول وزوجته عاليه مع سايكلو بنتا سيلوكسان، احنا لسه متكلمين عليه من شويه اللي هو سيليكون 245. طبعا مش محتاج اقول لك ان كل ما الرقم بتاع السيليكون بيزيد كل ما اللزوجه بتاعته بتزيد، عشان كده بلاقي ان السيليكون 1501 لزوجته اعلى بكتير من 245. السيليكون 1501 لزج ومش بيطير بسرعه، وبالتالي بيقعد على الشعر او البشره فتره طويله، وعشان كده بيديني اللونج لاستنج افكت. كمان السيليكون 1501 بيسيب زي طبقه رقيقه جدا على الجلد، وبالتالي بيقلل من فقد الماء. السيليكون 1501 في منتجات البشره بلاقي ان هو بيديني نعومه عاليه جدا، وكمان بيسيب زي طبقه خفيفه جدا على الجلد بتقلل من فقد الماء، وبالتالي بيدي ترطيب كويس جدا للبشره لفتره طويله جدا. طبعا مش محتاج اقول لك ان السيليكونات مش بتدوب في الميه، ممكن ادوبها في الزيت، ولكن لازم احط معاها حاجه زي اي بي ام الايزوبوربايل مايرستين. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه النهارده. متنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.